ومن هنا فعلا بدأت القصة، لما كل واحد فيكم بدأ ان هو يدخل الابليكيشن ويتكلم ويفضفض اكتر. طبعا انا اول ما اكتشفت الابليكيشن ده كان بالنسبه لي جن، وكان سهل قوي عليا ان انا اهكر. وطبعا اتهكرت موبايلاتكم، وبالتالي لما اتهكرت موبايلاتكم عرفت كل حاجه عنكم. انت بتقولي ايه؟ انت واحده مريضه وسايكو. مريضه بقى مش مريضه، مش ده اللي يفرق. انا هخرج من المكان ده غصب عني، للاسف مش بمزاجك ولا بمزاجي. احنا ما نعرفش احنا فين، ممكن نبقى تحت الارض، ما نعرفش المكان اوله من اخره، كبير جدا. صح، انت مريضة، انت مش طبيعية. انا ما اقدرش اقعد في المكان ده كتير للاسف. هتقعدي شوية، انا ممكن مش هحرك اللعبة اكتر. احنا تحت الارض، واحسن ليكم ما تحاولوش انكم تخرجوا، عشان لو حد فيكم حاول ان هو يخرج محدش فينا هيعرف كلنا هنلعب لعبة. طبعا انتوا قسم وفي قسم تاني، انتم قسمين ضد بعض. في قسم واحد بس هو اللي فيكم هيكسب، والتاني هينزل تحت الارض خالص، او العكس. وبس، هي دي اللعبة. وعايزة اوضح معلومة صغيرة جدا، انا اعرف عنكم كل حاجة. انا اعرف عنكم حاجات انتم ما تعرفهاش عن نفسكم، اكبر مخاوفكم، اكتر حاجة بتتمنوها، اكتر حاجة بتخافوا منها. انا عارفة كل تحركاتكم هتبقى ايه. انتي بتستفادي ايه من كل اللي انتي بتعمليه ده؟ معرفش، ممكن تقولي تجربة. بعد ما عرفت كل حاجة عنكم بقيت حابة اعرف الشخصية دي لما تتحط في الموقف ده هتعمل ايه. حابة اللي جواكوا يبان اكتر، حابة اغيركم. انا بابا وماما اللي متبنيني اكيد قلقانين عليا دلوقتي. يزن بلاش كده، انت عندك 15 سنة، بلاش تبقى كداب. ايه فاكرني مش عارف؟ كلنا هنعرف دلوقتي. انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضلي قولي. انت حامل؟ انت حامل بجد؟ مبروك يا قلبي. بس في مشكله، انا مش هقدر اصرف على عيلين. يزن مش هينفع يبقى معانا، خلاص احنا جبنا طفل وخلاص. انت ما كنتيش بتخلفي، سبحان الله جت من عند ربنا وخلفتي. لازم نرجع يزن الملجأ. انت اكيد حضرتك متفهمه ده، انا متفهمه، بس بجد يا ريت تاخد بالك المره الجايه عشان مشاعر الولد ونفسيته. بس يا ريت تاخد بالك المره الجايه، تمام؟ بس يا ريت تاخد بالك عشان مشاعر الولد بتتأذي، بيبقى هيئ نفسه على حياه معينه وحياه طبيعيه. بس اتمنى ما بقاش اذيت مشاعرك يا زون. انا بس عرضت حاجه خفيفه، احنا هنا مش عايزين اسرار، كله يبقى مكشوف بجد. انت عارفه انت بتعملي ايه لما كل حاجه هتبقى مكشوفه؟ المفروض ان احنا قسم وفي قسم تاني اللي احنا لحد دلوقتي ما شفناهمش. القسم التاني ده احنا ضد بعض واحد فيه، وقسم واحد فينا بس هو اللي هيعيش. انت اكيد عارفه ان الحاجات دي بتساعد القسم التاني، صح؟ بالظبط. لو عدوك عارف نقطه ضعفك ونقطه قوتك ممكن يعمل ايه؟ هيستعملها ضدك، وانت كمان هتعرف نقطه ضعفه ونقطه قوته وهتستعملها ضد. بحب ارمي القنبله واتفرج عليها من بعيد، اشوف الدنيا وهي بتولع. احيانا بتبقى الحاجة من بره مش بتولع، بس من جوه بتولع، وانا الصراحة مش بحب الفيك. في ايه يا بنتي؟ مالك؟ ايه التوتر ده؟ هو اللعبة دي هتكشف اي اسرار؟ ايوه تقريبا كده، عارفة كل حاجة عنه. احنا مش بايدينا نعمل حاجة غير ان نطيحها في اللعبة دي. بس دي مجنونة، المفروض تروح تتعالج ومصح. انتي مستوعبة اللي بتتحكم فينا؟ واحدة مجنونة. انا كنت غلطانة لما سمعت كلامك ودخلت الابليكيشن ده. في ايه؟ انتي اللي كنتي زعلانة. وبعدين انا لحد دلوقتي مش فاهمة انتي ليه سبتي معاذ؟ انتي كنتي مجنونة بيه. خلاص انا مش عايزة افتح الموضوع ده. انا اصلا عايزة انام. انا غلطانة كلمت معاكي، خلاص اهدي. انا اسفة. انتي كنتي بتقولي ايه؟ نرجع لموضوعنا. هي كده عارفة كل حاجة عني واكيد هتقولها. انا خايفة من اللعبة دي، انا خايفة من اللعبة دي.
طول ما احنا مع بعض هنقدر نقف ضد الكون ده كله. ايه ده؟ انتي مالك واقفة هنا ليه؟ عادي، واقفة ببص للقسم اللي احنا فيه ده. انتي متصورة ان كل اللي هنا عاشوا نفس اللي احنا عايشينه وكانوا في الابليكيشن كمان؟ ايوه، بس انا حاسة بالذنب. لأول مرة حاسة إن أنا مش قادر أعبر عن اللي جوايا بجد. ليه؟ في إيه مال؟ إحنا اللي عملنا الأبليكيشن ده، الأبليكيشن اتهكر، وبسبب الأبليكيشن اللي إحنا عملناه واللي هو اتهكر إحنا جينا هنا. إحنا في إيد واحدة مريضة. ذنبهم إيه اللي كانوا في الأبليكيشن؟ بس ناس كانت عايزة تفضفض، ناس كانت عايزة تلاقي نفسها. إحنا السبب في إنهم يبقوا هنا. وأنا لأول مرة أحس إن أنا مش قادر أرد على السؤال، بس معرفش. انت متصور كمان ان في حد فينا هيموت؟ في مجموعة كاملة فينا هتموت؟ لا احنا اللي هنموت، لا القسم التاني هو اللي هيموت. لا 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 لا, لا. احنا مبوظناش حاجة. احنا هنحاول نوصل لحل وسط. اكيد مش هنبقى السبب في اذى حد. احنا كده بنأذي كل اللي حوالينا، احنا مش بنساعد حد. احنا جينا نكحلها عملناها. ايه دي؟ اكيد في حل. لا، احنا في لعبة اجباري يا دياب. مفيش حاجة اسمها اجباري، كل حاجة احنا بنختارها. انت بقى اللي هتبقى معايا في الأوضة دي؟ انا اللي هبقى معاك في الأوضة دي. انت يزن صح؟ اسمك يزن صح؟ اه، اسمي يزن. ان شاء الله نبقى صحاب يا يزن، ان شاء الله. مالك؟ شكلك زعلان شوية عشان الفيديو اللي اتعرض وبان فيه ان انت رجعت تاني للملجأ. انا كل شوية ناس يتبنوني من طبقات مختلفة وناس مختلفة، بيبقى فترة وبعد كده بيرجعوني تاني الملجأ، معرفش ليه. بزعل قوي من كده، حاسس ان انا معيوب. لا اطلاقا يا زن، انت مش معيوب خالص، بالعكس انت حلو. عارف، انا كنت صغير كده وبسنك تهت من ماما. كنا عائلة كبيرة، كنت افتكر كان عندي بابا وماما، كان عندي كده اخت تقريبا كانت اكبر مني. كان بيت حلو، كان طول الوقت كانت ماما قاعدة على مكنة الخياطة وبابا كان مشغل التلفزيون وبيتفرج على التلفزيون، وانا واختي كنا بنلعب. كان البيت بيبقى فيه اجواء حلوة اوي ودافية. بس في مرة تهت من ماما، ولما تهت منها معرفش ارجع تاني. في حد خطفني للأسف، خطفني وكان بيستغلني، خليني أسرق، وكان بيخليني أسرق وأشحت، بس لحد ما كبرت وعرفت أهرب منه. شفت بقى، احمد ربنا. أنا لحد دلوقتي بدور على أهلي مش لاقيهم، بس الفترة اللي أنا كنت بخطب فيها دي طلعت مواقف وحشة وبشوف ناس وحشة كتير. كنت بقعد في الشوارع وسط السقعة والتلج، كان شعور وحش قوي لما ابقى في بيت دافي ومرة واحدة الاقي نفسي وسط الشوارع والسقعة واطفال الشوارع. احمد ربنا، انت برضه كنت فلج يعني، انت ابن ناس، عندك حق. عارف، بمجرد ما شفتك افتكرت نفسي وانا صغير، يعني كنت زيك كده. انا فاهم كل حاجة انت بتمر بيها في السن ده، بس متقلقش، يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله هنخرج من القسم ده على طول ان شاء الله. انا مبسوط ان انا اتعرفت عليك وانا كمان مبسوط قوي ان انا اتعرفت عليك. يلا عشان ننام، بكرة عندنا يوم طويل ومنعرفش ايه اللي هيحصل بكرة.